حبايبي زي ما انتوا شايفين كده معانا النهارده وصفة الكريب الجميل اللي انتوا شايفينه ده. ده طبعا الوصفة النهارده مختلفة عن كل الوصفات. وصفة النهارده الكريب الصحي يا جماعة للناس اللي عاملة دايت او الناس اللي بتمشي على الاكل الصحي. هوريكم زي ما انتوا شايفين كده، ما تفرقوهوش عن الكريب العادي اللي بالدقيق الابيض يا جماعة. وصفة هايلة وهتعجبكم ان شاء الله. تابعوا معايا الفيديو للنهاية ونشوف عملنا فيه ايه. خليكم معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم معانا في وصفة جديدة على قناتنا، قناة جربوا وصفتي. زي ما احنا شفنا كده في بداية الفيديو، احنا عاملين النهاردة كريب صحي يا جماعة للناس اللي حابة تعمل دايت، او الناس اللي بتخاف من اكل الكريب علشان طبعا الوزن ما يزيدش، او للناس اللي بتحب الاكل الصحي. هنعمل النهاردة ان شاء الله طريقة عمل الكريب بطريقة سهلة وبسيطة، وبالدقيق الحبة الكاملة، وبيطلع معاكي تحفة في منتهى الجمال، طري وجميل جدا، وما تفرقهوش عن الكريب اللي بالدقيق الابيض. هنبدأ مع بعض كده وصفة النهاردة ونشوف هنعمل الكريب اللي معانا ده ازاي. زي ما انتوا شايفين كده معايا دقيق الحبة الكاملة يا جماعة، او الدقيق اللي هو بنخالة الردة، مش دقيق ابيض. هنبدأ كده نسمي الله ونشوف مكوناتنا ايه مع الدقيق. خليكم معايا وهنشوف هنكمل الفيديو ازاي. بصي يا حبيب قلبي، معانا الدقيق كده على حسب الكميه اللي انت هتعمليها. هنبدا كده مع بعض ونحط معانا معلقه كده من العسل الابيض. العسل الابيض اختياري بس بيدي طعم حلو قوي وقيمه غذائيه عاليه يا جماعه في الكريب، وبيظبط معاك الطعم. ومعانا كمان لبن على ميه، او لبن بس، او ميه بس الافضل ان انت يكون في لبن علشان خاطر يدي معاكي طعم احلى، وكمان يكون قيمته الغذائيه معانا عاليه. طبعا الدقيق احنا حطينا عليه ذره من الملح يا جماعه، ومعلقه العسل الابيض بس. وبعد كده هنبدا نقلب كده المكونات اللي معانا، وهننزل باللبن او اللبن على ميه على حسب اللي معاكي زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا اللبن على الميه او اللبن بس بيكون دافئ يا جماعه علشان يسهل معانا عمليه التقليب ويدوب معانا الدقيق بسرعه. انا مش هعمله بمقدار، انا هعمل على حسب الدقيق ما هياخد معايا وعلى حسب القوام معايا ما يكون مظبوط. زي ما انتوا شايفين كده ببدا اقلب الاول، ما بحطش كميه اللبن كلها مره واحده يا جماعه، بحط شويه بشويه لحد لما اشوف القوام معايا يتظبط، علشان اقدر ان انا اتحكم في قوام العجينه معايا يكون مظبوط، وفي نفس الوقت ما يعملش معايا تكتلات في البدايه وانا بجهز معايا خلطه الكريب. زي ما انتوا شايفين كده هقعد اقلب فيها زي ما انتوا شايفين، وكمان هزود على حسب الكميه اللي انا هحتاجها معايا في الكريب علشان تكون قوام الكريب معايا مظبوط. حابه ان انت تدوبيه في الخلاط يكون اسهل، ما فيش اي مشكله. حابه ان انت تشتغلي زي ما انت شايفه كده بمضرب يدوي او بمعلقه خشب، باي حاجه يدويه، ده برضو حاجه ترجع لك انت. وممكن كمان بعد ما تشغليه زي ما انت شايفه كده وتعجنيه كويس تضربيه في الخلاط علشان يكون قوامه معاكي مظبوط، وفي نفس الوقت تكون العجينه معاكي ناعمه ما يكونش فيها اي تكتلات خالص. وصفه هايله وسهله يا جماعه، وسعراتها الحراريه قليله، مش هتخافي وانت بتاكلي الكريب. ان شاء الله هتطلع معاكي وصفه كريب جميله جدا، وان شاء الله هتكون وصفه تعتمديها تقدري ان انت تشتغلي بيها على طول. هبدا ازود معاكم كده اللبن لحد لما اوصل للقوام اللي انا محتاجاه، وهنرجع مع بعض نشوف هنعمل ايه. بصوا يا حبيب قلبي كده زي ما احنا شايفين، بعد ما وانا بدوب في الدقيق، هبدا ازود بقى معلقتين معايا من زيت الذره او زيت عباد على حسب المتاح عندك، وببدا ان انا اقلب كده الخليط معايا كويس، وبزود معايا اللبن على حسب احتياجي. هخلص تجهيز معايا عجينه الكريب وهوريكم قوامها بيكون ازاي. خليكم معايا. بصوا يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين كده معايا قوام الكريب بعد ما دوبته كويس. حابه تضربيه في الخلاط زي ما قلنا مفيش مشكله. حاسه ان هو ناعم معاكي خلاص هتسيبيه على كده. زي ما انتوا شايفين ده معايا كده قوام الكريب اللي انا عايزاه اهو. هبدا اسيبه شويه يرتاح يا جماعه، وبعد كده هشتغل بيه. هنعمل مع بعض كده الشاورما بسرعه، يلا خليكم معايا. بصوا حبايب قلبي هنعمل مع بعض كده الشاورما زي ما انتوا شايفين. معانا على النار طاسه فيها شويه من الزيت وشويه كده من اللي هي الضاني. انا عملت قبل كده معاكم يا جماعه الشاورما، هسيب لكم فيديو الشاورما في صندوق الوصف. وزي ما انتوا شايفين كده دي تتبيله الشاورما، تبلتها معايا، وبعد كده هنزل بيها على طول في الطاسه السخنه على النار زي ما انتوا شايفين كده. وانا معليه النار معايا يا جماعه علشان خاطر الشاورما ما تنزلش معايا ميه. زي ما انتوا شايفين كده ببدأ افردها معايا كويس قوي في الصينية، ومقطعه معايا بصل وطماطم وفلفل. هنبدأ زي ما انتوا شايفين كده تدريجي ننزل كل خطوة معانا. زي ما انتوا شايفين كده بدأت ان انا اقلب معايا في قطع الفراخ بتاعت الشاورما، وبعد كده باخدها على جنب، وببدأ انزل معايا بالبصل اللي انا مقطعاه جوليان زي ما انتوا شايفين كده.
ببدأ ان انا اشوح البصل معاها تشويحة كده سريعة الاول على النار، وبعد كده زي ما انتوا شايفين ببدأ اضيف الاضافات التانية معايا في الشاورما. النار معايا بتكون عالية يا جماعة علشان خاطر مش عايزة الفراخ تنزل ميتها، لا عايزاها تحتفظ بالمية اللي فيها علشان تكون الفراخ معايا طرية. ببدأ اقلب كده مع بعض كده تقليبة الشاورما مع البصل، اقلبها تقليبة كويسة كده، وهسيبها معايا على النار لحد لما البصل معايا يدبل شوية، وبعد كده هنزل معايا بالمكونات الباقية زي ما انتوا شايفين كده معايا. بعد البصل ما دبل معايا يا جماعه كويس كده، انا مش عايزاه يدبل قوي لان طبعا لسه هياخد كمان تكمله السوا معايا مع الفلفل اللي هنزل بيه معايا، فلفل الوان زي ما انتم شايفين كده. لو عندك فلفل اخضر بس مفيش فلفل الوان مفيش اي مشكله، المتاح عندك اعملي بيه. بس الخضار لما بيكون كتير معايا يا جماعه في الشاورما، اولا بيدي قيمه غذائيه عاليه، ثانيا كمان الناس اللي عامله دايت بيساعد على الشبع، لان الخضار طبعا بيكون فيه سوائل والياف كويسه، فبيساعد معايا على الشبع، وبيدي كمان معاكي كميه كويسه تقدري ان انت تعملي منها عدد كبير من السندوتشات الكريب. فزي ما انتم شايفين ببدا اقلب معاها الفلفل كويس، وبسيبه لحد لما يبدا يستوي معايا، وبعد كده بكمل اضيف عليه الاضافات اللي انا هحطها تاني معايا دي يا جماعه. كده بعد معايا ما البصل والفلفل بدأوا ان هم يتبلوا معايا كويس، هبدأ انزل بقى كده في المرحلة دي معايا بالطماطم اللي انا مقطعاها زي ما انتوا شايفين كده، هقلبها فيها تقليبة كويسة، وبعد كده هظبط معايا الملح. معايا كمان بهارات شاورما من البهارات اللي انا كنت متبله بيها، ببدا ان انا احط عليها شويه على النار كده تظبط معايا الطعم، وبحط كمان شويه من الفلفل الاسود والملح، بظبط معايا الملح بتاع الشاورما معايا، وهسيبها كده تستوي معايا كويس على النار، وبعد كده هنجهز مع بعض الكريب ونشوف هنعمل سندوتشات الكريب بالشاورما دي ازاي، وايه كمان المعجون اللي هندهنه على الكريب علشان نظبط معانا الطعم. خليكم معايا لاخر الفيديو وان شاء الله الفيديو هيعجبكم. بصوا حبايب قلبي كده زي ما انتم شايفين هنعمل مع بعض كده تسويه الكريب اللي هو الصحي اهو يا جماعه. معانا الجريل على النار اهو زي ما انتم شايفين كده اهو، هيطلع معاك ان شاء الله زي الكريب العادي اللي انت بتعمليه، وصحي وافضل كمان كتير. بصوا حبايبي كده زي ما انتم شايفين احنا مش هنبدا قلنا نحرك فيه الا لما نسلك معانا كده الكريب من جميع الاتجاهات علشان نعرف ان هو استوى من تحت، ونلفه معانا كده كويس على الجريل علشان نعرف ان هو كده استوى معانا زي ما انتم شايفين كده. هبدا بقى اقلب فيه اهو، اقلبه على الوش التاني اهو، خد لون معايا اصفر زي ما انتم شايفين كده. اهو يا جماعه مش عايزاه يتحمر قوي عشان يبقى طري معايا، انا بس هديله لون بسيط كده وهطلعه بقى على كده، وهعمل الباقيين اهو، وهوريكم شكله عامل ازاي الشكل النهائي، وهوريكم حشوه الشاورما معانا. هنعمل كمان واحده بسم الله اهي اللي موجود عندنا. لو طاسه برضو تيفال او سيراميك او جرانيت تنفع معاكي، اي طاسه ما بتلزقش عشان تسهل معاكي عمل الكريب زي ما انتم شايفين كده اهو. ما بقلبش فيه خالص ولا باجي جنب الكريب طول ما هو لسه يا جماعه على الوش اللون الابيض بتاع العجين لسه، لا لما احس ان هو خلاص بقى نشف كده من فوق وما عادش فيه شكل العجين خالص، شكل العجينه استوت خلاص بقى ببدا احركه. برده لازم اسلك الكريب معايا من الاحرف علشان خاطر ما يلزقش معايا ويتقطع معايا زي ما انتم شايفين كده. انا مهديه النار، اهم حاجه الجريل اللي معايا ساخن ومهديه النار عليه علشان يستوي معايا براحته، وفي نفس الوقت ما يتحرقش مني ولا ان هو يطلع معايا ني اهو يا جماعه. هو بيبدا يتحرك كده ببدا احركه انا معايا على الجريل علشان خاطر يطلع معايا ايه المستوي من جوه، ويطلع معايا برضو شكله حلو عشان ياخد السخونيه بتاعه الجريل كله.
اول ما احس انه اتحرك معايا كده بروح قلبها على الناحيه التانية اهو يا جماعه. ياخد دقيقه بس كده على الناحيه التانية علشان ما يلزقش معايا. كده استوى معايا الكريب. هبدا اكمل بقى بقيه الكميه اللي معايا اهو يا جماعه، واوريكم الشكل النهائي للكريب عامل ازاي. بصوا يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده الكريب اهو بعد ما طلع معانا. ده الكريب الصحي يا جماعه اهو، طري وما بيتقطمش ولا بيجرى له اي حاجه زي ما انتم شايفين كده اهو، تحفه اهو. انا طبعا كنت عامله نوعين من الكريب، وطبعا انا مصوره قبل كده الكريب على القناه فما عملتوش. ده الكريب العادي يا جماعه اهو، اللي بالدقيق الابيض، يعني مش هتفرقي غير في اللون حاجات بسيطه اهو، بس الاتنين تحفه وفي منتهى الجمال. تقدري تعملي بالشكل اللي يعجبك وعلى حسب ما انت حابه. هنبدا بقى نجهز مع بعض كده شكل الكريب ونشوف هنفرده ازاي. بصوا يا حبايبي زي ما انتم شايفين معايا الكريب اهو. انا معايا دي يا جماعه خلطه كنت عاملاها قبل كده، بدهن بها الكريب. هسيب لكم في صندوق الوصفه بتاعه الكريب في الفيديو اللي انا كنت عاملاه قبل كده. وفي الخلطه دي كاتشب على مايونيز على زبادي. طبعا اللي حابب بالنسبه للوصفات الصحيه ممكن تحطي زبادي بس على شويه كده من الكاتشب بسيطه، مش ضروري ان انت تحطي مايونيز. او لو حابه كيوم ترفيهي ماشي، لان المايونيز طبعا احنا عارفين سعراته الحراريه عاليه، فانت تقدري ان انت تقللي منه او تحطي منه حاجه بسيطه. زي ما انتم شايفين كده ببدا ادهن معايا الكريب. انا ده زي ما انتم شايفين كده بالخلطه دي يا جماعه، وببدا ان انا احط معايا الشاورما اهي. تقدري تحطي الكميه اللي انت حباها، وفي نفس الوقت لو انت حابه تعملي الكريب على شكل رول تقدري تعملي على شكل مثلث زي كده، تقدري برضو ان انت تعملي. برضو لو حابه ان انت تديه صدمه كده على النار. بصوا يا حبايب قلبي ده شكل الكريب اهو زي ما انتم شايفين. الكريب الصحي يا جماعه ما تفرقوش من الكريب العادي اهو. ده واحد من الكريب العادي، وده واحد، ودول من الكريب الصحي اللي احنا عاملينه بالخلطه بتاعه الدقيق الكامل زي ما انتم شايفين. بتمنى وصفه النهارده تكون عجبتكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وبشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.